اليوم لنا الشرف نستقبلك بالبلدية بالقصر البلدي بحضور سعادة المحافظ وبحضور أعضاء مجلس البلدي. اسمي وباسمهم بشكرك على الزيارة اللي هي الخطوة الأولى من ضمن مشروع وخطة بحثنا فيها سوا لنبني هالعلاقة بين بلدية بيروت وبين وزارة الإعلام. وفعلا أنا من أول زيارة قمت بالأسبوع الماضي بزيارة معالي كان كثير واضح وصريح وجدي ولديه من الأفكار يلي ممكن نبني عليها نحن سوا ليصير فيها ترابط وتواصل بين بلدية بيروت وبين الإعلام وبين الوزارة. وهي خطوة من الخطوات اللي نحن مجلس بلدي وبلدية بيروت بالتعاون معه لسعادة المحافظ اللي عم نبني عليها لنهضة البلدية والعاصمة من جديد، لأنه عاصمة بيروت وأهل بيروت ساكنين ببيروت ما بيستاهلوا إلا كل خير وما بيستاهلوا إلا الأفضل. ولذلك جوابا على ما تمنيته اختيار الموقع، بأكد لك بيروت بكل مناطقها، كل منطقة أجمل من الثاني، كل منطقة أحلى من الثاني، وكل شوارعها مميزة في تاريخها بجمالها برونقها. بس نحن إن شاء الله حنقعد سوا بيننا ومجلس بلدي ونتباحث مع سعادة المحافظ بالموضوع وننقي لك المكان الأفضل لهالاقتراح. وكذلك نشكرك كثير على الدليل الإرشادي اللي نحن بحاجة له بالبلدية والمواطن بحاجة ليعرف انه هذا الدليل موجود. ولذلك في عندنا كثير اسئله. من اهم المهام اللي عندنا نحن بلدية بيروت انطلاقتنا كمجلس بلدي وهو تحسين العلاقه بين المجلس البلدي والبلديه وبين المواطن، وهذه الارشادات والدليل بتساعدنا اكيد ننجز هالمهمه كلياتها. وكذلك سنبني على تطويرها سويا بما يناسب العاصمه بيروت، نقدر نترجم هالموضوع بالحوكمه والمكنه اللي عم نعملها في المكنه اللي عندنا بالمستقبل. فنحن اليوم هاي الخطوه الاولى معالي بالزياره اللي عندنا. بنشكرك على الوقت اللي قدمت لنا، بنشكرك على الدليل اللي قدمت لنا، وان شاء الله خطواتنا الثانيه والثالثه وما بعدها باذن الله تكون مناسبه لنا للبلديه للوزاره معا ولاهل بيروت لبيات اجمالا. وما بدنا مثل ما بيقولوا كثير بيع الافكار، خلينا نضل مع بعض ونتواصل دائما بين وزاره البلديه. بشكرك مره ثانيه باسم مجلس بلدي وباسم بيروت والبيات اللي بنرحب فيه. واهلا وسهلا.